السادسة مساء في القاهرة، موعد بانوراما النيل، ساعة إخبارية شاملة تأتيكم على شاشة النيل، ونبدأها من ألمانيا. أكد الرئيس محمد مرسي حرصه على إجراء الانتخابات البرلمانية في غضون 3 أو 4 شهور. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، شدد الرئيس مرسي على حرصه على إقامة حوار وطني مستدام مع كافة القوى السياسية. ونحن نؤكد على التزامنا الواضح والراسخ أمام العالم، أمام الشعب المصري قبل العالم وأمام العالم، أن نمضي قدما في استكمال ما بدأناه نحو بناء مؤسسات الدولة الدستورية. مصر تصل إلى الحكم الرشيد ودولة القانون في إطار الدولة المدنية الحديثة التي نطمح كلنا إليها. الدولة المدنية التي ليست دولة عسكرية ولا دولة ثيوقراطية، وإنما مدنية بالمؤسسات، بالرأي والرأي الآخر، بالحرية، بالديمقراطية، بتداول السلطة، دولة حديثة بكل معنى الكلمة. لقد مثل لقاؤنا اليوم فرصة مواتية وبناءة. هذا وقد تجمع العشرات أمام مقر المستشارية الألمانية في برلين، داعين الرئيس محمد مرسي إلى العمل على إنهاء أعمال العنف في مصر ووضع الأساس لدولة حديثة تراعي التعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان. أعلنت وزارة الصحة مقتل شخصين في ميدان التحرير بعد إصابتهما بطلقات خرطوش أطلقها مجهولون فجر اليوم. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة دكتور أحمد عمر إنه تم نقل إحدى الحالتين إلى مشرحة زنهم، ونقلت الحالة الأخرى إلى مشرحة مستشفى أحمد ماهر. وأضاف المتحدث قوله أنه تم خروج معظم المصابين من المستشفيات بعد تحسن حالاتهم. يأتي هذا بينما تواصلت المناوشات المتقطعة في محيط كوبري قصر النيل بين قوات الأمن والمحتجين، كما يسود الهدوء الحذر ميدان سيمون بوليفار ومحيطه بعد ليلة من الاشتباكات المتقطعة. وقد ساد الهدوء النسبي ميدان التحرير وسط استمرار مظاهر الاعتصام فيه، حيث أغلق المعتصمون الميدان أمام حركة السيارات. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من محيط ميدان التحرير مراسل النيل عمرو عبد العزيز. عمرو، انقل لنا الصورة لديك الآن بمحيط ميدان التحرير وكوبري قصر النيل، هل ما زالت هناك مناوشات أم توقفت؟ يعني في البداية أحمد أتحدث عن ميدان التحرير الذي يشهد هدوءا حذرا. عدد المتظاهرين ربما تزايد بالعشرات في الساعة الماضية. ما زالت المنصة تتحدث ويعني لها خطابات وهتافات مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين، ولها عدد من المطالب المذكورة سلفا. على سبيل المثال إقالة النائب العام، تعديل الدستور أو إلغائه وتشكيل جمعية لتأسيس الدستور من جديد، أيضا تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وعدد من المطالب الأخرى. كما رفضت ونددت المنصة في ميدان التحرير بالحوار الذي جمع ما بين جبهة الإنقاذ وحزب النور، مؤكدة أن جبهة الإنقاذ لا تمثل ميدان التحرير والمعتصمون في ميدان التحرير. أما إذا انتقلت إلى أطراف ميدان التحرير والتي تشهد اشتباكات متقطعة على مدار اليوم، محيط قصر النيل، ميدان سيمون بوليفار، فنجد أن المنطقة من شارع كورنيش النيل ومنطقة محيط قصر النيل أصبحت السيارات تستطيع أن تمر هناك، ولكن بحذر وسيارات قليلة، نظرا لأن الناس يحاولون اتخاذ مسارات أو المارين يحاولون اتخاذ مسارات أخرى غير محيط قصر النيل. لكن أصبح هناك مقارنة بالأيام الماضية أصبح الوضع هادئ عن الأيام الماضية، وما يشهد اشتباكات متقطعة الآن هو ميدان سيمون بوليفار، مع قلة عدد المتظاهرين وصغر سنهم إلا أنه ما زالت هناك اشتباكات، رشق بالحجارة من جانب المتظاهرين ورد من قبل قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع. لك طب عمرو، دائما يعني تبدأ الاشتباكات بعد حلول الظلام أو بعد
أثناء الليل، لماذا؟ هل هناك أي أسباب تراها لذلك؟ ربما بتتزايد اعداد المتظاهرين اثناء يعني مع بدايه الليل، يزداد اعداد المتظاهرين ويكونوا قد تجمعوا في اماكن مختلفه واتوا في شكل مسيرات الى ميدان التحرير، ومن ثم يبداوا في رشق قوات الامن وترد عليهم قوات الامن. عاده يعني هذا ما يحدث في مثل هذه المواقف. عمرو عبد العزيز مراسل النيل من محيط ميدان التحرير. يأتي ذلك فيما أعلن مصدر أمني ارتفاع أعداد مثيري الشغب الذين تم رصدهم منذ 25 من يناير الحالي وحتى الآن إلى 468 شخصا في 11 محافظة. وأوضح المصدر أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين واختار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. وشدد المصدر الأمني على أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لضبط مثيري الشغب الذين يقومون بترويع أمن المواطنين والتعدي على المنشآت الحيوية ومحاولة اقتحامها، وكذلك التعدي على بعض المنشآت العامة والسياحية والخاصة وبعض المنشآت الدبلوماسية والتعدي على قوات الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء. قال رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي إنه تم الاتفاق على ضرورة وقف الحرب الكلامية بين القوى السياسية كخطوة أولى لإنهاء حالة التوتر السياسي الراهنة. وأضاف البدوي في مؤتمر صحفي مع رئيس حزب النور يونس مخيون لإعلان نتائج اجتماع ممثلي جبهة الإنقاذ وحزب النور أنه تم الاتفاق على مجموعة خطوات للبدء في حوار جاد. اتفق الجميع على أن فصيلا واحدا لا يستطيع أن يقود البلاد منفردا، وأن ما تمر به البلاد يحتاج إلى تضافر كافة القوى على الساحة السياسية. سابعا، ودي نقطة أيضا محل اتفاق، ندين وبكل قوة أي شكل من أشكال العنف أو الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، مع التأكيد على حق التظاهر والاحتجاج السلمي. ثامنا، ودي أيضا نقطة محل اتفاق، تم الاتفاق على مدونة للسلوك السياسي بين الأطراف جميعا لإيقاف الحروب الكلامية التي تسيء للجميع. هذه النقاط تم الحوار حولها. جانب كبير محل أو هناك أرضية مشتركة في كثير من هذه النقاط. سنعود بإذن الله لهيئة مكتب أو اللجنة العليا لجبهة الإنقاذ الوطني ونطرح عليهم نتيجة الحوار، وأيضا شركائنا في هذا اليوم الدكتور يونس مخيون سيعود إلى شركائه وإلى باقي الأحزاب. من جانبه أكد مخيون ضرورة مشاركة جميع القوى السياسية في العملية السياسية دون استئثار فصيل واحد فقط. أيضا من النقاط التي اتفقنا عليها أن لابد للجميع أن يشارك في هذه المرحلة الخطيرة، وأن بعد الثورات لا ينبغي أو لا يستطيع أي فصيل واحد أن يتحمل المسؤولية بمفرده، بل لابد من الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرارات وكذلك في إدارة أمور البلاد. مما يعني أحب أن أنبه عليه أن هذه أولا يعني بداية طيبة وبداية مبشرة حقيقة. الأمر الثاني أن احنا دخلنا أو احنا تقدمنا بهذه المبادرة، ليست هذه المبادرة ضد فصيل بعينه، ولكن احنا دخلنا أو اقترحنا هذه المبادرة وتقدمنا بها استشعارا منا بحجم المسؤولية، وكذلك استشعارا منا بخطورة الموقف الذي تمر به البلاد، وكذلك العمل على حفاظ الدم المصري الذي يراق كل يوم ولتحقيق المصلحة العامة. دعا الدكتور محمد البرادعي منسق جبهة الإنقاذ الوطني إلى اجتماع عاجل مع الرئيس محمد مرسي وبعض الوزراء والقوى السياسية في محاولة لتسوية الأزمة التي تشهدها البلاد. وكتب البرادعي في تغريدة له على موقع تويتر أنه من الضروري عقد اجتماع فوري بين الرئيس مرسي ووزيري الدفاع والداخلية وحزب الحرية والعدالة والتيار السلفي وجبهة الإنقاذ لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف وبدء حوار جاد.
وأضاف البرادعي قوله إن وقف العنف هو الأولوية وبدء حوار جاد يتطلب الالتزام بالضمانات التي طرحتها جبهة الإنقاذ وفي مقدمتها حكومة إنقاذ وطني ولجنة لتعديل الدستور. من جانبه أكد الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة أن المبادرات المطروحة من الهيئات أو الشخصيات الوطنية بشأن الحوار الوطني جديرة بالدراسة لأنها صادرة بنيات حسنة. وقال الكتاتني في تدوينة عبر الفيسبوك إن الحزب سيتشاور مع القوى السياسية تحت مظلة الحوار الوطني للوصول لأفضل الأطروحات التي تلقى قبول الغالبية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد أحمد سبيع المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة. أستاذ أحمد، كيف ترى ما أسفر عنه اجتماع حزب النور مع ممثلي جبهة الإنقاذ أو حزب الوفد بمعنى أصح؟ يعني لا أعتقد أن حزب الوفد، يعني اجتماع حزب النور مع حزب الوفد هو يمثل كل جبهة الإنقاذ أو يمثل كل التيار الإسلامي. هذا حراك سياسي مجتمعي موجود الآن، بادرة جيدة للخروج من الأزمة التي نحن فيها، محاولة تقريب وجهات النظر. حزب الوسط من أكثر الأحزاب التي يعني تأخذ موقف. طيب أنتم في حزب الحرية والعدالة، ما تعليقكم على ما ورد في تصريحات كل من السيد البدوي وزعيم حزب النور أو ممثل حزب النور؟ يعني بعيدا عن التعليقات، يجب أن يكون يعني هناك حوار وطني جاري بالفعل الآن داخل مؤسسة الرئاسة دعا إليه الرئيس محمد مرسي، شارك فيه حزب النور بشكل واضح وقدم أطروحات، وأعتقد أن هذه الأطروحات يمكن أن تتبلغ وتسترجع من خلال حوار شامل مع كل الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني. علينا أن نبدأ الحوار ونقدم هذه الأطروحات، لا أن تكون الحوار أو المبادرات يعني عبارة عن رسائل متبادلة سواء على التويتر أو على الفيسبوك أو على المنظمات الخاصة. هناك بالفعل حوار. يعني هل ترى أن نشر هذا على الفيسبوك أو تويتر يقلل من شأنه تقصد؟ يعني عندما يكون هناك دعوة من الرئيس محمد مرسي لحوار بجدول الأعمال، بأن يضع جدول الأعمال القوى السياسية المشتركة وأن يخرج عن هذا الحوار عدة إجراءات فأقابله بدعوة من الحوار على الفيسبوك أو التويتر، أعتقد أن الأمور تحتاج إلى مراجعة نوعا ما. هناك بالفعل حوار جاري، ممكن أن نتقدم بكل هذه المبادرات من خلال هذا الحوار دون إقصاء لأحد، دون إقصاء لقوى سياسية. نعم، حزب الحرية والعدالة وحزب الأكثرية وحزب النور أصيل في الحياة السياسية، وكذلك يعني جبهة الإنقاذ لها تأثير في الحياة السياسية، ولكن هناك قوى أخرى لها تأثير أيضا يجب أن تنضم لهذا الموضوع، وبالتالي يجب أن يدخل كل الحراك هذا ضمن مبادرة الحوار الوطني التي بدأت بالفعل منذ يومين، وبدأت تأخذ خطوات على أرض الواقع مثل إعادة النظر في قوانين الانتخابات ومثل تشكيل لجنة. نعم، ولكن أستاذ أحمد، هم يأخذون في جبهة الإنقاذ وغيرهم على هذا الحوار أو هذه اللجنة أنها لا تمثل أو لا يشترك فيها كافة القوى السياسية. الحوار الذي دعا إليه الدكتور محمد مرسي كان محددا في 11 حزب. 11 حزب يمكن 70% منهم يمثلون في جبهة الإنقاذ، إضافة إلى 4 شخصيات مستقلة لا تنتمي لأحزاب أو ليس لها ظهير حزبي، منهم شخصيتين ينتموا لجبهة الإنقاذ. ثم بعد ذلك أقول أنه لا يمثل من لا يمثل من لم يذهب يقول لا يمثلني، إذن فليذهب ويقول لا يمثلني، لكن أنا لا أذهب وأقول لا يمثلني، هذا كلام غير منطقي. هناك حوار موجود، حوار قائم، دعوة محددة، بل الأفضل من ذلك أن هذا الحوار وبناء على ما تم التوصل إليه سوف يكون في مضابط موقعة من المشاركين حتى يكون هناك التزام. أيضا سوف يكون هؤلاء المشاركون في الحوار سوف يدعون أجندة. طيب أستاذ أحمد، يعني نقل عن دكتور الكتاتني رئيس الحزب قوله إنه هذه المبادرات جديرة بالدراسة أو جديرة بالمناقشة. هل تصريحاتك أنت الآن التي تميل، إذا كنت قد فهمتها صحيحا، تميل أكثر إلى رفض هذه المبادرات؟ أنا لم أقل ذلك، والدكتور الكتاتني قال هي اطروحات مقبولة يجب أن تتبلور في الحوار الوطني أيضا. أنت لم تستكمل باقي ما أشار إليه الدكتور الكتاتني في كلامه، وأن يكون هذا. طيب أرجو توضيح ما قاله من فضلك، تفضل. عند حضرتك قرأت ما قاله الدكتور الكتاتني، هذه الأطروحات هي أطروحات حقيقية وجادة بالفعل للخروج من هذه الأزمة. إذا ما المانع أن تطرح داخل الحوار الوطني؟ ولماذا أصر أن أكون هناك حوار
حوار بديل للحوار، وحوار اخر موازي للحوار الاساسي، وحوار ثالث امام الحوار الاول. هناك حوار جاري بالفعل يمكن ان يتم طرح كل هذه الاطروحات في هذا الحوار، وحوار مشارك فيه قوى سياسيه مثقله لها اعتبارها في الشارع السياسي المصري، وبالتالي سوف تكون من الايجابيه ان يتم طرح هذه الامور داخل الحوار. السيد أحمد سبيع المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، شكرا جزيلا لك. أفاد مراسل النيل بأن عشرات من أعضاء الحركة التي تسمى بلاك بلوك يحتشدون الآن أمام دار القضاء العالي احتجاجا على قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله بضبط وإحضار جميع عناصر الحركة لتهديدها حالة الأمن في البلاد. ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل النيل أحمد عبد الحميد. أحمد، هل أنت معي؟ نعم معك، أنني أتحدث إليك من أمام دار القضاء العالي. أحمد، ما هو الوضع؟ هل فعلا تأكدت أن من يحتشدون أمام القضاء العالي الآن دار القضاء العالي هم ممن ينتمون إلى هذه الحركة؟ منذ نصف ساعة تقريبا أقول لك أنك تظاهر العشرات من مجموعات من بينهم بلاك بلوك وبلاك ماسك أمام دار القضاء العالي ردا على قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله باعتبارهم مجموعة إرهابية كما ذكرت. وهي في أثناء يعني ليست نعم. بلاك بلوك فقط، ولكن هناك نعم وهي إحدى المجموعات منها بلاك بلوك وبلاك مصر. بلاك مصر نعم، دي مجموعة جديدة كمان. نعم. طيب يعني أنت عندما هل حاولت التحدث إليهم وتعرفت على آرائهم أو ماذا يقصدون أو ماذا ينوون بالفعل؟ هو من بينهم أعضاء المجموعة تظاهروا وقد سمعت ماذا يقولون، وهم يعني أثناء حضورهم في هذا المكان قالوا نحن قررنا الظهور العلني أمام دار القضاء العالي لكي نوضح رسالة بأننا لسنا بلطجية وإنما ثوريون وندافع عن المتظاهرين السلميين والثورة. وقالوا أيضا إن تمويلهم ذاتي وأسلحتهم بدائية. وأيضا قرروا أنهم سوف يقومون بالنزول بعد غد الجمعة. ماذا تقصد أسلحتهم بدائية؟ في تلبية مطالبهم. أحمد هل تسمعني الآن؟ نعم. ماذا تقصد أنه أسلحتهم بدائية؟ يعني هذا كلامهم، يعني أن أسلحتنا بدائية وليس معنا مولوتوف وليس معنا هكذا، يعني من هذا القبيل يعني. طيب ماذا يطلبون؟ هل لهم مطالب، يرفعون مطالب معينة أو أي نداءات؟ هم مطالبهم أنهم هم يقولوا أن وجودهم هو الدفاع عن الثورة وعن المتظاهرين السلميين فقط. ولكن بالنسبة لحركة المرور الآن هي أمام دار القضاء العالي تسير ببطء نظرا لتجمع العشرات من المواطنين. وبالنسبة للمجموعات كما ذكرت بلاك بلوك وبلاك ماسك فقد غادرت الآن، فلم يتواجد أي أحد الآن من هذه المجموعة. المتواجدون الآن مجموعة من المواطنين فقط لا غير. يعني انفضت تلك الجماعات ولا يوجد الآن سوى المواطنين فقط. نعم تفضل. أحمد عبد الحميد مراسل النيل من أمام دار القضاء العالي.